بعد لف ودوخة وانترفيوهات ياما، أخيراً جالك التليفون المنتظر. مبروك يا بطل، اتقابلت معانا، هات ورقك وتعالى بكرة استلم الشغل. بتروح تاني يوم وانت طاير من الفرحة، بتدخل على أستاذ ال HR تلاقيه بيضحك لك ضحكة صفرة ومجهز لك مفاجأة غير متوقعة بالمرة. تلاقيه مطلع لك وسط مسوغات التعيين كعب العمل وفيش وتشبيه وورقة تالتة كده صغننة، بتبص فيها تلاقيها إيصال أمانة. والله زي ما بقولك كده، إيصال أمانة على بياض، مطلوب منك تمضيه وتبصم عليه كمان عشان سيادتك تتفضل تستلم مكتبك وتبدأ شغل. تسأله إيه ده يا فندم؟ يرد بكل برود، ده مجرد إجراء روتيني عشان نضمن إنك مش هتسيب الشغل فجأة وعشان العهدة اللي معاك، ما تخافش ده في الحفظ والصون. تبص لجيوبك الفاضية وتفتكر الديون اللي عليك وتلاقي نفسك مضطر توافق عشان أكل العيش، وبإيد بتترعش تمسك القلم وتمضي وتبصم على بياض. انت كده حرفيا سلمت رقبتك للشركة دي، بقيت شغال وانت حاطط ايدك على قلبك، لا استلمت منهم فلوس ولا أمانة، بس بقيت مديون ليهم بورقة ممكن في أي لحظة توديك ورا الشمس. تبدأ بقى مرحلة الاستعباد الوظيفي، المدير يزعق لك ما تقدرش ترد، يخصم منك عمال على بطال، تبلع ريقك وتسكت، تطلب أجازة عشان تعبان، يبرق لك ويشاور لك على الدرج اللي فيه الإيصال. بقيت شغال بنظام السخرة، والسبب الورقة إياها، لحد ما تيجي لحظة الانفجار، طفح الكيل وتقرر إنك مش مكمل وتدخل ترمي استقالتك في وشه. هنا بقى يظهر الوش الحقيقي، يفتح الدرج ويطلع الإيصال ويقول لك حلو قوي، الإيصال ده هيتكتب فيه $500,000 والصبح هيكون في النيابة لو ما جيتش صاغر بكرة. طيب تتصرف إزاي في المصيبة دي؟ القانون المصري سابك؟ أبداً. جريمة خيانة الأمانة في المادة 341 من قانون العقوبات ليها شروط، وأهم شرط فيها هو الركن المادي، يعني لازم يكون في فعل تسليم حقيقي للفلوس، وده ما حصلش. قدام القاضي أهم حاجة المحامي بتاعك هيثبتها هي انتفاء ركن التسليم، يعني هيقول للقاضي يا فندم الموكل ده موظف غلبان لسه بيستلم شغله، هيستأمنوه على $500,000 ليه ومفيش أي دليل إنه استلم جنيه واحد أصلاً. الشركة بقى هتفكر نفسها نصحة وهتجيب الإيصال المضروب وتكتب فيه المبلغ بخط إيد تاني. هنا بيجي دور الطب الشرعي. أبحاث التزييف والتزوير بتكتشف بسهولة إن التوقيع والبصمة اتعملوا في زمن والبيانات والمبلغ اتكتبوا في زمن تاني خالص وبقلم مختلف. من أقوى الأدلة كمان إثبات التزامن. يعني إيه؟ يعني التوقيت اللي انت مضيت فيه الإيصال هو نفس توقيت تعيينك في الشركة. بتجيب عقد العمل أو برنت التأمينات وتقدمه للقاضي، القاضي بيعرف فوراً إن ده مسوغ تعيين مش معاملة مالية. وما تنساش زمايلك في الشغل، غالباً الشركة اللي بتعمل كده بتعملها مع كل الموظفين. لو قدرت تجيب زميل أو 2 يشهدوا قدام المحكمة إن الشركة دي بتجبر الناس تمضي إيصالات أمانة على بياض عشان تتعين، القضية بتخلص براءة فوراً. نصيحتي ليك لو أنت لسه في الشغل وحاسس بغدر، اسبق بخطوة، انزل اعمل محضر إثبات حالة في اسم الشرطة التابع للشركة، وبلغ مكتب العمل إن الشركة معاها إيصال أمانة كمسوغ التعيين. الورقة دي هتكون الدرع بتاعك لو فكروا يشتكوك. السحر ممكن ينقلب على الساحر. بعد ما تاخد براءة تقدر ترفع دعوى تعويض محترمة جدا على صاحب العمل وتتهمه بالبلاغ الكاذب والتشهير وإساءة استعمال حق التقاضي، وساعتها هو اللي هيدفع لك فلوس بجد مش على الورق. الخلاصة يا صديقي الموظف، إياك ثم إياك تمضي على إيصال أمانة أو شيك على بياض عشان وظيفة. أكل العيش اللي يبدأ بلوي دراع مفيش فيه بركة، ولو وقعت في الفخ ده زمان ما تخافش من تهديدهم، القانون معاك وهيقف في ظهرك. لو الفيديو ده نور في دماغك حاجة أو افتكرت زميل ليك مهدد بسبب إيصال أمانة، اعمل له منشن أو شير له الفيديو عشان يطمن ويعرف يتصرف. وما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك عشان ما يفوتكش أي فيديو قانوني يهمك. سلام.